شكرا على كل الكلام والمباركات اللي دزيتوا لي اياها وكلامكم الحلو، كلش مفرحني بصراحة. من أول ما نزلت أغنيتي إلى البارحة فوز جودي بأحلى صوت ببرنامج The Voice. شكرا، تستاهل جودي، من الأصوات اللي تستاهلوا بصراحة. كل اللي شاركوا The Voice كانوا من أحلى الأصوات اللي سمعتها بصراحة على مرور هواي برامج، يعني كانوا شباب موهوبين. أتمنى لهم كلهم الموفقية، وأكيد أبارك الجودي هذا الفوز المستحق، وإن شاء الله الله يوفقها بالأيام القادمة. بس حابة أوضح شغلة بسيطة الناس متخربطة بيها. إحنا The Voice كله كان مسجل، وآخر حلقة تسجلت بالسيناريو التالي إنه كل مشترك يتصور على إنه الفائز، وبعدين ينعرض مشهد الفائز الحقيقي حسب تصويت الجمهور، ويطلعون المشهد مالته إنه هو اللي فاز. فاللي شفتوه مو تمثيل، لأنه بالنهاية إحنا ما نعرف من راح يفوز، فإحنا لازم نصور ردة فعلنا الحقيقية. يعني إحنا عشنا اللحظة لما قالوا اسم جودي، أنا وجودي عشناها كأنه إحنا صدق فزنا، وأحمد نفس الشيء، ونصيف نفس الشيء، لأنه ما نعرف إحنا منو راح يفوز حسب تصويت الجمهور، فلازم ردة فعلنا تكون حقيقية. فعشنا اللحظة إنه ممكن أي واحد من عندنا فريقه يفوز، فانبسطنا وفرحنا واحتفلنا. واللي اجى تصويته أعلى شيء انعرض مشهده إنه هو الفائز. وهذا السيناريو مو أول مرة يصير، هذا السيناريو معمول بأغلب الدول الأجنبية، بأستراليا، بيوروب. برنامج The Voice مثل ما تعرفون برنامج عالمي، وفي منه كذا فيرجن. احنا اخذنا الفيرجن الاجنبي اللي هو حلقات مسجلة، لانه في هواية فنانين والكرو العمل والاستوديوهات احيانا تكون عندها وقت محدد تقدر تصور بيه. عندنا التزامات، ما كنا نقدر نرتبط طول هذا الوقت بالبرنامج ونصوره لايف، على مود هيجي كانت الحل الانسب انه البرنامج يتسجل. فأرجوكم لا تشككون بمصداقية التصويت، ولا بمصداقية الفائز، ولا مصداقية MBC، لأنه إحنا فعلا ما كنا نعرف من الفائز. والبارحة أنا لما نزلت لكم الفيديو إنه أنا بالبيت وقاعدة أحضر لايف وفاتحة الخط ويا جودي، يا ريتني